كده يا كابتن اللي مش عايز تقاطع معانا، بص كده واتفرج الاسعار عامله ازاي في اندرايف. اتفرج كده شوف حواليك الاسعار عامله ازاي. اتقي الله. على فكره انا ما بعرفش اشتغل غير على اندرايف، وانا هبقى مقاطع معاك يوم الاربع، والمقاطعه هتبقى اربع خميس وجمعه. في الفيديو ده برضو انا موريك الاسعار، وفي الفيديو ده برضو هوريك انا باخد رحله ازاي على اندرايف. في فيديو هيتعرض عليك دلوقتي هوريك وانا بعرض على واحد وعمال ارفع معاه السعر. هو اصلا كان بادئ السعر ب 180 جنيه في رحله 39 كيلو. اي نعم في اختصار باخده بتبقى 35 كيلو، بس هي 39 كيلو على البرنامج. فضلت اعرض عليه لحد 300 جنيه، هو ما وافقش في الفيديو، ما وافقش. لكن لما الفيديو انا قفلته على اساس ان هو ما بقاش موجود، رجع تاني وعرضت عليه 290 وقبل، ولما نزل خدت منه ال 300 جنيه وهو دفع ال 300 جنيه. هفرجك وهعرفك ازاي انا باخد الرحله، وهقول لك برضو ان البرنامج حقير. ساعد نفسك وساعدنا، ساعد نفسك وساعدنا ان احنا نعرف نعمل مقاطعه، نعرف نجيب حق الكباتن، نعرف نزل البرنامج. انا اوريك الرحله انا باخدها بكام. تعالى كده احنا نشوف هناخد رحله ازاي على اندرايف. ده حاطط 226 رايح نزله مستورد على الدائري من فوق، هي 39 كيلو. في حته كده احنا بناخدها اختصار، يعني ممكن تخش في 35 كيلو. نحط له 300. طيب خد بالك ان احنا دلوقتي يعني الوقت اللي انا فيه دوت في المكان اللي انا فيه مفيش عربيات كتير ممكن تعرف تجيله، فاحنا هنفضل معاه على الايه ان احنا نكتب له 300 كده، وهو ايه ان شاء الله يوافق. نحط له كده 295 نضحك عليه نشوف هيعمل ايه. هو شكله مصمم يا جماعة، وممكن يلغي ويرجع تاني ايه للرحلة. يعني هو لغى اهو، هو كده لغى الرحلة شوية وهتلاقيهم طلعها تاني. طبعا انا وريتك الفيديو وجنب منه يعني بعد منه على طول سكرين بالرحله اهي، وهو نفس اللي انا كنت بعرض عليه. بص كده عليها، ولكن الفيديو قفل، انا ما عرفتش اكمله. بس شفت انا باخد الرحله الطويله ازاي. شوف